جماعه ارجوكم اسمعوا منا اكثر مما تسمعوا عنا. زي ما احنا لازم نسمع من السلفيين مثلا اكثر مما نسمع عن السلفيين. يجب ان نفهم ايضا ان الاخوان المسلمين كانوا شركائنا في مسيره العمل الوطني، ولا نستطيع ان نتجاهل دورهم. وانا بقول لكم، وهذا تصريح مني لاول مره بقوله، البرلمان القادم برلمان ستمثل فيه كل هذه التيارات، فيها الاخوان والغد والوفد والسلفيين والنصريين والقوميين، ولن نقبل ببرلمان اقل من هذا يمثل الحياه السياسيه في مصر، لان ده البرلمان اللي هيعمل الدستور، وده البرلمان اللي هيعمل القوانين المكمله للدستور، وده البرلمان اللي هيرسم مستقبل ولادنا وولادكم ل 50 و100 و200 سنه قدام. فلازم يكون معبر عن كل القوى. احنا كقوى سياسيه سنكون في الانتخابات البرلمانيه القادمه يدا واحده. اوعوا الفرقه والشتات والاشاعات تصل اليكم، لان على مستوى القيادات وعلى مستوى الاشخاص القياديين في الحركه السياسيه في مصر احنا جميعا ايد واحده، بناكل في بيوت واحده، بنقعد كل يوم مع بعض، بنجتمع مع بعض اكتر ما بنجتمع مع اولادنا واسرنا، لان احنا معنيين ان احنا نصل لمرحله توافق وطني. فسيحدث هذا، وانا بقول لكم النهارده غدا يوم طبيعي في ميدان التحرير، ولن تحدث الصدمات. والناس اللي بتتمنى ان بكره الناس تقطع بعض في ميدان التحرير، انا بقول لكم ظنكم على فشوش، ومصر ايد واحده وستظل ايد واحده.